إذا كان شعراء المعلقات هيجوا جيولوجيا الزمن الماضي، فإن شعراء الحاضر وضعوا قرائح شعرهم تحت تصرف الجيولوجيا. يا حرة النار ما يغنيك من أدبي، وهل سيوفع لك قول مقتضبي؟ بنو رشيد سرايا القوم أنت لهم حصنا منيعا مدى تاريخنا العربي. يا قمة للعلا والمجد شامخة، فيها يكون عناق الهام للسحب، فيها النجوم تلالى ضوء بارقها عبر العصور تراثا غير محتجب. المجد يسمو بفخر زان قمتها، ومجده عن رباها قط لم يغب، يعلو رباها شبيه الرأس للجسد، رجما عليا من الأعلام منتصب. الرأس الأبيض، نعم، الرأس الأبيض ويسمو الحسن طلته، رمز الشموخ عسير النيل والطلب، من سفحه الشامخ الشرقي مبتدئا وادي الرمة عابرا جزيرة العرب. من منابع وادي الرمة ذا المكان. نعم. حرة النار. نعم. من منابع وادي الرمة، هي من المنابع الأصلية لوادي الرمة. نعم، يبدأ مصب وادي الرمة من أعالي الجبل الأبيض. نعم. وسفحه الشامخ الغربي منحدرا، بالجول واد غزير العشب والحطب، واحات حراتها عدن ومنتجها من سالف الدهر جيد التمر والرطب، فيها يديعا وهي واحة فدك، واحة الحوية، يعني فدك قديما. لا، الحائط فدك قديما. فيها يديعا من الواحات حل بها أبناء غطفان، هذا القول في الكتب، وخيبر الخير والتأريخ قاعدة، وحائط النخل أيضا غاية العجب. أرض الشربة كانت مرتعا خصبا أيام داحس والغبراء للعرب، فيها علم عبس يحوي رأس ذروته سيد الملوك، ويحوي سادة نجب، يحوي زهيرا زعيما سيدا ملكا، وقبر عنترة العبسي ذو النصب، تربعتها بنو غطفان منزلة، غطفان جمجمة مرموقة الحسب، فورثتها لعبس خير وارثة، هذه سلالاتها من خيرة العرب، بنو رشيد وقد جاءوا لها خلفا، بض النوايا كرام الطبع والنسب. يقولون زهير بن أبي سلمى خواله بنو غطفان بنو ذبيان من عبس. نعم. فكانوا يقول يصف هذه الحرة لأنه جاور فيهم، يقول أرض أسافلها روض وأعاليها إذا خفنا حصون.